يا ماما بطني مالك يا حبيبه قلبي؟ مالك يا ماما؟ مش عارفه بطني وجعاني، حاسه بحاجه غريبه. طب ادخلي الحمام يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه ده؟ بيض؟ نهار اسود. ايه ده؟ بيض؟ هو البيض ده كان منين؟ نهار اسود، البيت كانت قاعده ما كانش فيه حاجه. ايه ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مشهد من عشرات المشاهد اللي أصبحت الناس بتصورها لمجرد الشهرة وفقط، حتى لو كانت النتيجة هتكون عكسية ومدمرة. المشهد ده بيفكرني بالمثل اللي دايما بضربه لكم، وهي واقعة وقعت، إن دايما بقول لكم إن كان في واحد أعرابي راح عند الكعبة علشان يعمل عمرة، فلما وصل إلى بئر زمزم خلع ثوبه وأراد أن يبول في البئر، فهجم الناس عليه وأمسكوه وسألوه: لماذا تفعل هذا؟ قال: أردت أن أذكر ولو باللعنات. أنا عايز الناس تفتكرني وعايز الناس تتكلم عني، حتى لو الناس هتقول عليا لعنه الله، مش مشكلة يلعنوني، بس المهم يفضل اسمي مكتوب في التاريخ. أهو في ناس بقت بتصور مشاهد وتعمل مقاطع والناس بتلعنها وبتسبها وبتدعي عليها ومش فارق معاهم، المهم أن يشهروا، والمهم ان الناس تشوفهم، والمهم برضو ان يدخل لهم دخل، حتى لو كان الدخل ده فيه شبهة او محرم حراما كاملا. انا ظللت زي ما حضراتكم شفتوا كده على وش الام وعلى وش البنت، مش احترام لهم، لا، انا ظللت على وش البنت علشان خاطر مستقبلها اللي الام بتدمره لمجرد انها عايزة مشاهدات وترند وفقط. للأسف الشديد بيوتنا اصبحت مفتوحة للناس في الشوارع، للأسف الشديد أصبحت بيوتنا لا عورة لها. احنا اتربينا واحنا صغيرين يا جماعة على ان البيوت عورة، وعلى ان لما حد يحب يروح على بيت حد بيستأذن علشان خاطر البيت لو مش مرتب يرتبوه، وعلشان خاطر الحريم اللي في البيت يستتروا لحد ما الضيف يمشي. احنا بقى في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بقينا بنكشف بيتنا للناس في الشارع عادي، بقينا بنصور بيتنا وبنصور حريمنا وبنصور بناتنا ونعرضهم على الناس في منصات التواصل الاجتماعي. الزوجات الآن بقوا بيصوروا نفسهم عادي، بتصور نفسها في المطبخ، بتصور نفسها وهي بتعمل روتين البيت، بتصور نفسها وهي بترقص عادي. البنات الصغيرة بقوا بيصوروا نفسهم وينشروا، والأب بيشوف والإخوة بيشوفوا وبرضه عادي. الزوج، ودي المصيبة اللي احنا واقعين فيها في الزمن ده، الزوج بقى بيرقص مع زوجته وينشر على صفحته علشان ياكل على قفا مراته وبعرضه، وبرضه بقى عادي. للأسف الشديد الإنترنت والسوشيال ميديا أظهرت أسوأ ما فينا. أنا ما بنكرش إن في خير في الأمة بفضل الله، وإن في نساء عفيفات تقيات نقيات يخافون رب الأرض والسماوات، وإن في رجال غيورين اتربوا صح وعارفين إزاي يحافظوا على بيوتهم وعلى عوراتهم، وعارفين إزاي يربوا بناتهم وزوجاتهم. بس للأسف الشديد أصبحت السوشيال ميديا طافحة، للأسف وسامحوني في اللفظ، طافحة بالدياثة. المقاطع اللي فيها رجل بيرقص مع مراته ويصور وينشر على صفحته، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ألا تعلم أن هذه من أنواع الدياثة؟ المرأة اللي بتصور نفسها وهي بترقص وزوجها عارف إنها بترقص على منصات التواصل الاجتماعي، انت بتعمل ايه في نفسك؟ ما وصلك أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجنة على الديوث. الديوث الذي لا يغار على عرضه، اللي ما بيغارش على مراته ولا بيغار على بنته ولا بيقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده غلط وما يصحش، وما يصحش ترقصي وتعرضي على صفحة التواصل ولا تخلي الناس يتفرجوا عليكي. الراجل اللي بيشوف السوء في أهله وفي زوجته وفي عياله ولا ينهاهم، انت ما تعرفش ان دي من أنواع الدياثة؟ الراجل اللي عارف ان مراته بتعمل بث مباشر وقاعدة تعمل لف للمتابعين ولف للداعمين بالذات، وتنادي الداعم باسمه: يا فلان والله وحشتني يا فلان، وهو مبسوط ان فلان ده بيدخل يدعم مراته بفلوس وفاتح بيته من عرضه اللي بيعرضه على منصات التواصل الاجتماعي. انت ما تعرفش ان انت بتخسر اخراك حتى لو كنت بتكسب دنياك. انت ما تعرفش ان انت بتهد الاخرة كاملة باللي انت بتعمله ده. انت لو عشت في الدنيا اغنى انسان، ملياردير يا سيدي، انسان ليس لك قرين في الغنى، اخرتك انت عملت فيها ايه؟ انت بتضيع اخرتك يا حبيبي. علشان كده انا بعرض على حضراتكم المشهد ده
مع التغبيش عشان خايف على البنت دي ان مستقبلها يضيع، اللي امها بتضيع مستقبلها بايديها، علشان اقول للمتابعين الكرام اختاروا زوجاتكم، فان زوجاتكم هن مربيات ابنائكم وبناتكم، فان كانت الام صالحة صلح من بعدها البيت، واذا كانت الام غير صالحة وما بتخافش ربنا وبتدور على الشهرة وخلاص هتدمر حياتك وهتدمر بناتك وهتعرض عرضك للناس على منصات التواصل الاجتماعي. اختاروا زوجاتكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، في آخر الحديث قال ودينها أو ولدينها، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني إذا لم تأخذ امرأة صاحبة الدين التصقت يداك بالأرض، يعني أنت في خسران. لو أخذت المرأة لجمالها لمالها لعائلتها أنت خسران، لأنك ما خدتش أهم عنصر من عناصر استمرار الحياة الزوجية، وهو أن تكون المرأة صاحبة الدين. المرأة الدينة هي اللي لما أنت هتغيب عنها هتحفظك في بيتك وفي عرضك، ولما هترزق بذرية منك هترجع من شغلك تلاقيها قاعدة في الصالة بتحفظ عيالك القرآن، مش فاتحة الكاميرا وبتصور عيالك وبتنشر علشان خاطر توصل او علشان خاطر الشهرة او حتى علشان الفلوس. المرأة الصالحة هي اللي لما هترجع هتلاقيها بتخلي عيالك يتوضوا ويصلوا. المرأة الصالحة هي اللي لما هتشوف بنتك في سن البلوغ زي البنت كده اللي ظهرت في الفيديو ده، بنت حلوة كده بدأت تبلغ، امها هي اللي هتنبهها وتقول لها لازم تصوني عرضك وتحفظي نفسك وما تنشريش لنفسك صور علشان انتي بنت. اختاروا زوجاتكم يا جماعة، لان احنا في وقت عصيب للأسف الشديد. المرأة اذا كانت غير صالحة هتدمرك وهتدمر بيتك وهتدمر عيالك من بعدك. اختاروا النساء اللي بتخاف ربنا، المتمسكة بحجابها الشرعي، اللي عارفة ربنا عز وجل، اللي بتصلي وبتصوم، اللي بتصون عرضها، اللي عارفة ان الكلمة امانة فما ينفعش تقول اي كلام، اللي بتخاف على نفسها فما بتنشرش صورها علشان خايفة على عرضها وخايفة على زوجها من بعدها. انا بنشر الفيديو ده علشان اقول لكم برضو في نفس الوقت ربوا بناتكم يا جماعة، ربوا ابنائكم وبناتكم، فانتم مسؤولون عن ابنائكم وبناتكم. دي تربية سلبية مدمرة، اللي يربي عياله على الكذب بالشكل اللي احنا شفناه في الفيديو ده، وهبين لك ان ده كذب بالدليل، اللي يربيهم على كده يبقى بيدمر عياله من بعده. ربوا عيالكم يا جماعة واتقوا الله في عيالكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين، اللي يربي بنتين حتى تبلغا كن له سترا وحجابا من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ربوا عيالكم، بلاش تخلوا عيالكم تتجرأ، بالذات البنات، على الكاميرا وعلى الجوال، فيقوموا في النهاية يعرضوا نفسهم على منصات التواصل. بقينا بنشوف البنات بترقص وبيستسهلوا الموضوع وشايفين انه عادي، مع ان دي معصية جارية وسيئة تبقى في ميزان سيئاتهم، وذنب وكبيرة ترتكب، ده بخلاف انه مجاهرة بالذنب. المشهد اللي حضراتكم شفتوه في بداية الفيديو ده من الكذب، والنوع ده بالذات من الكذب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القائمين به من المعذبين، اللي بيعملوا النوع ده بالذات من الكذب يعذبون إن لم يتوبون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا في رحلة الإسراء والمعراج أنه رأى رجل جاء إليه رجل آخر فشرشر فمه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، بيقطعوا حتت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ بيسأل جبريل من هذا؟ فقال جبريل عليه السلام هذا الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، الناس كلها تشوفها. واحدة قاعدة هي وبنتها في البيت فتصور مشهد ان بنتها بتبيض، فالمشهد ده يصل الى الناس كلها فتبلغ الآفاق. هل في بنت بتبيض؟ مفيش، يعني ده كذب، هذا تزوير، هذا حرام، وهذا من أسباب العذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده هذا المشهد يستلزم التوبة، ويحتاج إلى أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويستغفروا الله، ويعلموا أنهم تجنوا على أنفسهم قبل أن يتعدوا حدود ربهم سبحانه وتعالى. اللهم اهد عبادك وردهم إليك ردا جميلا، إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهل ثم عزم لتعصي هواه